لو قلت لك ان اخطر فتوة في حي المغربلين ما كانش راجل، هتقول ايه؟ واللي كانت ماسكه الحاره وماشيه كلمتها على كل حد ست اسمها عزيزه، ما عندهاش ولا عضلات ولا قوه بدنيه، بس كان عندها جراءه خلتها تقف قدام الانجليز وتأدب الاتراك. عزيزه كانت ست فعلا ب100 راجل، كانت بتساعد اي حد بيلجأ لها، ويقال ان هي كانت بتدخل الاسم اكتر ما بتدخل بيتها، لحد ما القاضي زهق وقال لها يا عزيزه انا مش عايز اشوف وشك هنا تاني. عزيزه كانت ست وطنيه بقى، وما كانش بيهمها لا كبير ولا صغير. في يوم جالها فلاح مصري بيشتكي لها ان شويه اتراك اتكتروا عليه وضربوه، وقالوا له انت فلاح خرسيس. هنا عزيزه دمها غلي وقالت الجمله اللي اشتهرت بيها: اللي يهين ابن بلدي انا هينه. وراحت هي ورجالتها أدبوا الأتراك واحد واحد. مش بس كده، دي كمان أدبت الإنجليز لما كانوا بيرجعوا سكرانين وكانوا بيهجموا على الستات في الحمامات العامة. عزيزة قالت ما بدهاش وجمعت رجالتها وعملت كمين واكلتهم علقه محترمه. الانجليز بعدها ما عرفوش يرفعوا عينيهم في عين اي حد في حي من الغربلين، وبعد كل خناقه وكارثه عزيزه كانت بتروح القسم وبعدين المحكمه. في مره من المرات راحت المحكمه بعد ما القاضي قال لها انا مش عايز اشوف وشك هنا تاني، فدخلت عليه المكتب بظهرها. سالها القاضي داخله كده ليه يا عزيزه؟ قالت له عشان ما تشوفش وشي يا باشا. القاضي ما قدرش يمسك نفسه من الضحك ومشاها كالعاده. عزيزه ست كسرت كل القواعد وعلمتنا ان الشجاعه والكرامه اهم من القوه والعضلات.